دلوقتي انت في سنه ثانيه الترم الثاني صح؟ يعني السنه الجايه هتبقى سنه كام؟ سنه ثالثه. حاول تخلي الترم ده بروفه ليك لسنه ثالثه. يعني ايه؟ انت واي كلام دلوقتي داخل سنه ثالثه، يعني انت دلوقتي جاي في سنه ثالثه. بس سنه ثالثه عايز تخش ايه؟ عايز اخش كليه كام؟ يبقى هدفي ان انا اقفل كل المواد. الطالب بتاعي ان انا ايه؟ اقفل كل المواد. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب اخر. هموت مذاكره، اموت نفسي مذاكره. مفيش ماده الا واضحه واضحه. اجي اخر السنه لو جاب امتحان من المدرسه انا هحل، ده انا جايب اخر، جايب اخر فعلا، كاني ثالث ثانوي فعلا. وبعد كده اشوف النتيجه بتاعتي هتبقى عامله ازاي. هتلاقي في المواد وقعت منك. هتبدا تشوف بقى الماده دي وقعت مني ليه؟ انا لو اخترت كده كان زمان كل ما طرف مني. دي وقعت في الحته دي. ده انا عملت واحد كده، الماده دي ما ذاكرتهاش كويس، الماده دي انا كنت بعمل فيها كذا، الماده دي انا مش عارف ايه. حط الحاجات بتاعتك دي اللي هتكتشفها في سنه ثالثه. في مشكله ناس كتير بتعملها، معظم الطلبه يعني يقول لك ايه؟ انا هريح دلوقتي واجي في سنه ثالثه بقى هشتغل. انسى. الموضوع يا جماعه عقلك ليه عضله زي عضله الجسم. انت لما تروح الجيم ايه اللي بيحصل؟ انت مثلا اخرك بتشيل 60، فانت بتحمل على العضله بتاعتك عشان تجيب ال 70 وتحمل عليها. فالعضله بتاعتك بتبدا تكبر عشان تقدر تشيل ال 60 او ال 70. جيت انت بعد شويه ايه؟ عايز تشيل اكتر، فبتحمل على العضله بتاعتك ان انت تشيل 80. العضله بتاعتك تكبر عشان تشيل 80. تتمرن شويه بعد كده تكبر وهكذا لحد ما تعمل فورمه كبيره تقدر منها تشيل ال 100. انت نفس الفكره، ثالثه ثانوي وانت عايز تخش كليه قمه، طلاب كتير، الاف الطلاب في مصر عايزين يخشوا الكليه بتاعتك. ربنا يكرم مين؟ اللي فعلا بذل الجهد. وما تقولش ده في ناس تعبت وما لقيتش. لا مش عارف. هو ليه قصه وانت ليه قصه. هو التعب اللي تعبه ما يجيبوش، مش معنى ان انت تعبت معناه انت تنفع تخش كليه قمه. لا، هو التعب ده تعبك انت تعبت، بس التعب ده يوديك الحته دي بس. السباق مثلا 100 متر، واحد عندك 50 متر تعب، واحد عندك 60 متر تعب، واحد عندك 70 متر تعب. هو تعب ما تعبش، بس هو ما يجيبش. طب مين اللي يجيب ال 100؟ اللي هو اصلا متعود وقت ان هو بيجري مسافات كبيره. فانت في الترم ده انت بتعود نفسك تيجي مسافات كبيره. عيش تيجي في سنه ثالثه وسع يا عم الحاج حكولي ثالثه دي، الساعه اللي بتدخل عامل فورمه كبيره بقى. الناس كلها داخله ايه؟ بتلعب طول السنه، جايه سنه ثالثه خالص ميت. تيجي ورا على الكتاب هي بس نص ساعه مش قادر. ليه يا عم مش قادر؟ يا عم حل واجب عندك كويز؟ لا مش قادر. مش قادر خلاص، هو اتعود مش عامل فورمه يقدر يذاكر كتير. هي دي اللي انا عايز اقول لك، فورمتك دلوقتي مش انت تبني عضلات، انت فورمتك ان انت تقعد وقت اطول في المذاكره وتحل مسائل كتير من غير ما تمل. هي دي القوه بتاعتك. القوه بتاعتك تقعد وقت طويل على المذاكره من غير ما تمل، من غير ما تتخنق. وانت كل في خلال السنه دي حاول تزود الفتره دي على قد ما تقدر. كل ماده امسكها كده ازود الجزء بتاعي فيها. اجي انا مثلا ذاكرت على طول بذاكر ساعه، على طول بذاكر ساعتين، 3 ساعات، ايا كان انت فورمتك ايه، ما اعرفش فورمتك عامله ازاي. فايا كان فورمتك زود عليها. انا في ماده انا بقعد عليها بس ساعتين وبس مش بقعد. هي دي اخر ساعتين ببقى عايز امسك الموبايل، عايز اكلم صاحبي، عايز افتح التلفزيون، عايز كده وما اقدرش اذاكر كده. خليهم ساعتين ونص. هتلاقي نفسك مش قادر. دوس على نفسك. ما هو انت برضه لما تشيل حاجه مش قادر، هي نفس الفكره. دوس على نفسك. هتدوس على نفسك كذا مره كده تلاقي نفسك عادي بيجي ساعتين ونص بتذاكرهم وانت قاعد مش متابع. مخك هيقول لك خلاص ده قاعد بتاعك عادي مفيش مشكله، قاعد ساعتين ونص عادي. ابدا بعد كده اول ما يتعود زود عليه، يقول لك ذاكر 3. يقول لك لا يا عم وقف لعب انت مش متعودنا على 2 ونص، ده احنا هنزود 3. يقعد يقاوم فيك ويقاوم فيك لحد ما توصل ل3. شكرا بقى المخ هيستجيب بقى، يقول لك خلاص الراجل ده بيشيل 3 خلاص يقول لك كمل احنا هنذاكر 3 وهكذا لحد ما تجيب اخر. هتلاقي على اخر الترم انت بتقفل 5 ساعات مثلا وانت عادي، يعني تجيب لي 5 ساعات وانا عادي مش مشكله، زهقان من المذاكره. بس هل ده كافي؟ لا مش كافي. هتيجي في سنه ثالثه تبدا تزود اكتر. التارجت بتاعك في سنه ثالثه ان يومك كله يبقى مذاكره. يعني يومك في سنه ثالثه هو مذاكره يتخللها يا اما درس يا اما انا باكل يا اما بشرب يا اما بصلي، بس هم دول. وشويه نوم. برضه النوم مهم جدا مهم جدا. الناس كتير في سنه ثالثه مشكلتها النوم. حاول تظبطك من دلوقتي. النوم الطبيعي للانسان من 6 ل 8. النوم الطبيعي للانسان كام؟ تقدر تعيش ب 6 ساعات
واخرك 8 ساعات. اللي بينام 12 ساعه ده يعني يعقل شويه كده وايه ويركز كده. انت كده بتضيع حياتك في النوم. انت هتيجي يوم يعني ده انا كنت في مستشفى قبل كده شفت راجل كبير تعبان جدا، فبيقول لي شايف انا قاعد عامل ازاي؟ ربنا يشفيك يعني. قال لي خلي بالك ما تضيعش وقتك في النوم، ان هيجي يوم وقت وهتبقى ما بتعملش حاجه غير تنام. وما تضيعش شبابك في النوم، ده جاي اي وقت هتنام فيه وهتشبع نوم. فما تبديش تضيع مستقبلك على النوم. تلاقي الناس كلها سبقتك وانت لسه نايم. هتيجي بعد كده انت هتروح تعكس بقى، تبقى انت الناس نايمه ومرتاحه وانت اللي بتلعب. اتعب دلوقتي وقلل من نومك على قد ما تقدر وتظبطه، هيفرق معاك جدا في حياتك عموما، مش حتى في السنه وبس، لا في حياتك عموما. صحتك حتى صحيا وذهنيا تبقى انت راجل فايق كده وصحتك. يا شباب عايز تشوفوا اخر السنه، اخر السنه شوف النتيجه كده، اشوف كل المواد متقفله. ما قبلش غير ان انت تقفل، خدها كده في دماغك انا كل المواد هقفلها، دي في دماغك. النتيجه بعد كده بتاع ربنا، بس انت نيتك من جواك انا هقفل. انا يا شباب